قاعد من يومين مع جماعة أصحابي وجت سيرة الأكل بقى، ومين بيحب إيه ومين ما بيحبش إيه، وده بيفضل كذا وده بيفضل كذا. لحد ما واحد صاحبنا بدون ذكر أسماء يعني، برضه حفاظا على حياته، بيقول لي إن هو من يوم ما اتجوز وهو على طول في خناقة مع مراته. فقلت له خير يا سيدي، خناقة على إيه المرة دي؟ فقال لي إن هو بيحب ياكل السمك مقلي، لكن مراته بتحب تاكل السمك مشوي. وعلى طول مراته تتكلم معاه وتقول له بلاش تاكل السمك المقلي ده هيضرك، بلاش منه، ابعد عنه. وهو كل مره يروح يجيب فيها سمك بيحب يغيظ مراته قوي، وبيشتري السمك المشوي اوكي مفيش مشكله، لكن بيجيب لها السمك متنضف جاهز ويقول لها تقليه علشانه في البيت. النهارده هنعرف مين فيهم اللي على حق، وللاسف بقول لصاحبي ده انت غالبا هتبات بره البيت بعد الحلقه. من المتعارف عليه ان الاسماك ليها فوائد كتير ومليانه بالعناصر الغذائيه المفيده لجسمنا. لكن السؤال بتاعنا النهارده، مين افيد ومين احسن؟ ومين اللي ضرره اكبر من نفعه؟ ومين اللي منافعه اكتر بكتير قوي من ضرره؟ السمك المقلي ولا السمك المشوي؟ السمك المشوي خليني اقول لك عنه معلومه مبسطه في الاول، ان هو غني جدا بعناصر الاوميجا 3 والاوميجا 6 اللي هما الاثنين مهمين جدا علشان المخ والقلب. والسمك المقلي بتطلع خطورته من حاجه واحنا بنطبخه او احنا بنعمله. السمك علشان تقليه بتحطه في دقيق، والدقيق عباره عن كربوهيدرات، والكربوهيدرات لما بتتعرض لدرجات حراره عاليه جدا بتنتج ماده الاكريلاميد. اتكلمت عنها قبل كده الماده دي، وقلت هتكلم عليها تاني وجه ميعادها النهارده. الاكريلاميد هي ماده بتنتج من تسخين النشويات لدرجات حراره عاليه جدا، وبتقدر تميزها قوي لو حسيت ان الاكل بقى لونه غامق او لونه داكن. بمعنى اخر، انت دلوقتي جاي تقلي بطاطس، البطاطس دي لونها اصفر ذهبي ولا بقى لونها ذهبي غامق، او قلبت شويتين على بني، او لو اسودت، فانت كده بتاكل اكريلاميد بيور يعني عشان نبقى واضحين. مشاكل الاكريلاميد بتيجي على المدى البعيد، لكن هي بشكل اساسي مرتبطه بحالتك الصحيه. يعني لو واحد صحته كويسه وتناول اكل فيه اكريلاميد، غير لما يكون حد اوريدي تعبان بحاجه او مريض بحاجه واكل اكل جواه ماده الاكريلاميد دي اللي هيظهر تاثيرها عليه. يعني مثلا حد قلبه ضعيف وبيعاني من مشاكل اوريدي موجوده في القلب، الاكريلاميد هيظهر اثره عليه بصوره اسرع. واحده عندها مشاكل في الاسره، ان في عندها هيستوري بسرطان الثدي وتناولت اكل فيه اكريلاميد، برضه هتظهر فيها المشاكل دي بشكل اسرع. طبعا من اخطر اضرار الاكريلاميد ان هو بيتسبب في مرض السكر من النوع الثاني. في ناس بقى تقول لك والله انا بحب اكل السمك مقلي، انا بحب اكله مشوي، انا عاوز اكله سنجاري، انا عاوزها صينيه في الفرن، انا كذا انا كذا انا كذا. بص، الفوائد بتاعت السمك ما اختلفناش عليها، وكلنا عارفين ومتاكدين السمك جواه عناصر غذائيه مفيده جدا للجسم، وبتبنيه كمان وبتحافظ عليه. الفكره بقى، انا هقول لك ايه الاسباب اللي بتخلي السمك المشوي احسن بكتير واحسن لك 1000 مره من السمك المقلي. واحد، السمك المشوي غني بالاوميجا 3 اللي هو بيخفف من الاكتئاب، وبيتسبب في افراز هرمون السعاده من المخ. ايوه، الاوميجا 3 اللي اتكلمنا عنه بيقلل من الاكتئاب، ربنا يعافينا يعني، وبيقلل من القلق والتوتر بشكل كبير جدا. اتنين، السمك المشوي بيحمي من الاصابه بامراض كتير خاصه متعلقه بالقلب، وكمان تصلب الشرايين، لانه بيعمل على تقليل الكوليسترول الضار في الدم، وبيعمل على تزويد الكوليسترول النافع اللي بيبقى موجود في الدم. لدرجه ان الاطباء بينصحوا مرضى القلب والشرايين ان هم ياكلوا السمك المشوي 3 مرات في الاسبوع. 3، في دراسات قالت ان تناول السمك للام المرضعه خلال فتره الرضاعه بيقوي من نظر الطفل. 4، مفيد جدا في التخلص من المشاكل التنفسيه وحساسيه الربو. 5، بيعمل على خفض الكثير من الأعراض اللي بتظهر على الجهاز المناعي. 6، بيحافظ على خلايا الدماغ، وبالتالي بيحمي الإنسان من أعراض الشيخوخة المبكرة زي النسيان أو الزهايمر. 7، تناول السمك المشوي بانتظام في الثيرد ترايمستر أو في الثلث الأخير من الحمل بيقي المرأة من الولادة المبكرة. 8، بالنسبة لمرضى السكر تناول السمك المشوي هيكون مفيد لأنه ما بيرفعش نسبة السكر في الدم. 9، بيعمل على المحافظة على خلايا الجسم من الأمراض الخبيثة اللي هو السرطان، وبالذات الثدي والقولون. 10، بالنسبة للناس اللي بتكون عاملة دايت بيهمها جدا إن الأكل اللي بتاكله يكون قليل في السعرات الحرارية. السمك المقلي بيكون غني بالزيوت المشبعة وبالدهون المشبعة وفيه سعرات حرارية عالية جدا عكس السمك المشوي، وبالتالي فهو بيفيد جدا في حالات الدايت. في بعض الدراسات الأمريكية وضحت ودرست وقالت إن السمك المقلي أو وجبة الأسماك المقلية دي بتهدد صحة الإنسان، وبالذات في موضوع أمراض القلب بنسبة قد تصل إلى 48%.
انتم متخيلين خطورة الموضوع يا جماعة؟ وزي ما قلنا قبل كده ان الاكريلاميد بيعتمد على الحالة الصحية بتاعت الشخص اللي بياكله. نفس القصة دي تنطبق على السمك المقلي. يعني بالنسبة لكبار السن هيبقى خطر عليهم جدا، لانه هيرفع لهم نسبة الكوليسترول الضار اللي موجود في الدم، وبالتالي هيعمل لهم مشاكل في القلب وفي الشرايين عكس صغار السن. علشان كده نصيحتي ليك دايما روح على السمك المشوي وبلاش المقلي. ليه بقول لكم الكلام ده؟ علشان صحتك وصحة اولادك واسرتك. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ولو في عند حضراتكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هرد على حضراتكم في اقرب وقت. ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك، واللينك بتاعهم موجود في الوصف بتاع القناه. واعمل سبسكرايب يا اخي، مش تخسر حاجه. واشوفكم بخير. سلام عليكم.